ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وكلكم طيبين يا رب. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع، وربنا يجعله شهر جبر خواطر للكل. انا نشوف النهارده هنعمل ايه. انا عندي قوانص نزلت بيها هي الاول كده على معلقه سمنه بلدي، طبعا اي ماده دهنيه انت حباها اعمليها. شوحتها شويه وبعدين نزلت عليها بالكبده، حطيت لها قرفه فلفل اسود والملح بتاعها. طبعا انا مش هسويها تسويه كامله، انا بس هشوحها وهبتدي ان انا اشيلها لان هي هتكمل تسويتها في حاجه تانية. هنزل بقى بكميه بصل كده حلوه، عندي 4 5 حبات بصل كبار فرمتهم وانزل بيهم مكان الكبد والقوانص. مطرح ما شوحتها هبتدي ان انا اشوح كمان البصل. هنزل برضو فلفل اسود وكمون سنه قرفه والملح. القرفه بجد في الوصفه دي حلوه، واللي متابعني عارف انا بستخدمها في كل حاجه تقريبا فيها لحوم، بجد الوصفه تحفه. هنزل بقى بالقوانص التانيين اللي عندي اللي انا شوحتها، هحطها هنا في قلب البصل. عندي كمان زبيب ومكسرات، ممكن تعمل حطي زبيب بس بجد الوصفه متستغناش عنها. عندي بقى هنا بطايه حلوه كده محترمه، ونبتدي بقى ايه، انت مغسوله كويس قوي ومنقوعه، وهبتدي احط الحشوه دي جوه البطه. بص بقى انا هنا ايه، يعني دايما بفشل في الحكايه دي بصراحه، حاولت ان انا افصل الجلد ما عرفتش، اتقطع مني، كنت نفسي احط الحشوه دي كمان تحت الجلد وما عرفتش بصراحه، اتقطعت. فخلاص بقى انا حطيت الحشوه جوه البطه بس، وابتدي ان انا اخيطها عشان ما تنزلش في المرقه عندي اللي انا هعملها. عندي ميه بتغلي كويس قوي، هنزل بقى فيها طماطم وبصل وجزر وورق لورا وحبهان وكمان مستكه. والحبهان ببقى فاتحاه كده علشان يطلع ريحه احسن يعني في الميه. اسيبهم يغلوا شويه الاول مع بعض كويس، وبعدين هنزل بالبطايه بتاعتي في قلب الميه. والميه لازم تكون بتغلي كويس قوي يا بنات. هسيبها بقى ان هي تستوي، وقبل ما تستوي بحاجه بسيطه هبتدي ان انا ازود لها الملح. انا ما حطيتش اي بهارات هنا تاني ولا اي حاجه خالص، هي البهارات كلها كانت جوه البصل، وهو هيشرب البطه هتشرب من تتبيله البصل دي التحفه. هنا بعد ما استوت هدهنها بسمنه بلدي من فوق الوش، واحط عليها رشه فلفل اسود. بجد بجد البطه والحشوه بتاعتها حكايه، ولازم تجربوها فعلا يعني. هدهنها كويس من الناحيتين بسمنه بلدي، وارش عليها فلفل اسود، واحطها في الفرن لغايه ما تتحمر. هي مش محتاجة أي حاجة تانية ولا إن أنا أحط عليها أي حاجة تاني، هي الحشوة اللي جواها كفاية. هقلب الناحية التانية وابتدي إن أنا إيه أدهنها برضو بالسمنة سمنة بلدي. طبعا انت لو مش حابة سمنة بلدي ادهنيها بأي مادة دهنية انت عايزاها، بس هي بتفرق بقى في فعلا يعني بطعمها وفي تحميرها. أنا هحطها في الفرن عشان تبقى أخف في التحمير بتاعها. قولي له بقى، ده كان فطاري أول يوم رمضان، قولي انتوا كنتوا عاملين فطار ايه في أول يوم رمضان. ربنا يا رب يجعله شهر جبر خواطر ليكم كلكم، وتحققوا كل حاجة بتتمنوها. بس هعدلها بقى كده واحطها في فرن درجة حرارة عالية على الرف اللي في النص لغاية ما تتحمر. بصوا الحشوة حكاية حكاية يا بنات، الريحة كانت جايبة بجد والله العظيم قلب العمارة اللي احنا فيها. اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، ما تنسيش اللايك والشير. سلام.